إذا كان سي سعيد العايدي يتعرض إلى حملة ممنهجة من المغالطات يظل القانون فوق الناس الكل، شنو اللي يمنع سي سعيد العايدي بأنه يتتبعني أنا شخصيا ولا يتتبع الاتحاد الشعبي الجمهوري؟ احنا ما تحدثنا ما أثرنا مواضيع إلا بناء على مستندات. وقت سي سعيد العايدي اللي هو وزير الدولة التونسية يمثل الدولة التونسية اليوم يسمح المؤسسة مصنعة خاصة أنها اليوم تروج تاخذ ترخيص في ترويج دواء اللي هو محمي عالميا، يعني عنده براءة عالمية، واللي نعرفوا اللي البراءة بتاع الأدوية تدوم 10 سنوات. الدواء هذايا عمره 3 سنين ونص، هو دواء أمريكي أصلا بتاع جيليد. الدواء هذايا جيليد عندنا المراسلة متاعها اللي بعثتها لتونس تاريخ 10 مارس هذا، تقول فيها أنها ما رخصت لحتى طرف تونسي، وأنها الأطراف الأجنبية اللي رخصت لهم، يعني 11 شركة في الهند، 2 في مصر، واحدة في باكستان، واحدة في بنغلاديش، رخصت لهم، لكن ممنوع عليهم أنهم يعطيوا لأي طرف أجنبي. فهي لم ترخص لحد حد. إذا كان هي ما رخصتش وأنت كدولة تونسية تجي هالقانون، يعني هالبراءة نتاع الاختراع هذه اللي تحمي هالدواء هذايا، تجي أنت يعني تخترقها. الشركة هذه تهافق معها ويدخلوا على موقع نتاع الدي بي ام اللي هو موقع تبع وزارة الصحة، وتو يلقاو السوفوس بيفير هذايا مرخص له والتاريخ اللي وقع فيه الترخيص. ثم أنه ثم أدوية أخرى اللي هي عمرها عام مش حتى 3 سنين ونص وهي في طور الترخيص لها، يعني تسب الدوسي نتاعها في طور الترخيص لها. هذا الواقع الأمر، أنه هو اليوم يحب يغالط الناس، أنه هو يحب يوحي بأنه هذا ثم شيء ما فما في الوزارة. أنا نقول له الموضوع اللي أثرناه نتاع اليونيماد، نتاع صفقة الدواء نتاع الانوكزامات، ما عمل هو تحت الضغط بعد ما هددنا بالمقاضاة وكذب كيف ما تحت الضغط عمل لجنة نتاع تحقيق. ترى يطلع الرأي العام على التقرير نتاع اللجنة هذه. التقرير هذايا كما تقرير نتاع الهيئة نتاع المتابعة والمراقبة والمراجعة اللي تابعة لرئاسة الحكومة، الاثنين يقولوا أنه الشيء اللي قلناه كله صحيح. فيما يخص الترخيص الساعة، ظروف الترخيص نتاع الدواء، يعني وقع الترخيص للدواء هذايا بترخيص مشروط. كيفاش يجي للدواء تقول الواحد تقول له باش نرخص لك وعندك عام باش تثبت النجاعة نتاع الدواء هذايا، يعني عندك عام برا نمشي سوق خذيت كهرباء برا سوق وعندك عام باش تجيب البرمي. ثم الشيء الاخر اللي عملوه بعد انه ترخيص مشروط ويدخل به بمناقصه للصيدليه المركزيه، يعني المناقصه هذه يا سيدي الدواء هذا ما ثبتش النجاعه نتاعو، تتعاود المناقصه تتعطى للثاني شنو نعملوا. ثم يحلوا الدي بي ام يعني اداره الصيدله والدواء نهار سبت 6 فيفري بالذمه باش ينظروا في الملف هذايا فقط، ويعملوا له لجنه مضيقه مش حتى الاطراف اللي مستانسه تحضر. سي رضا شرف الدين الوثائق بعثهم لنا هو بيدو، يعني احنا اللي كان مع سي رضا شرف الدين حاجه يعني مضحكه حقيقه. يعني احنا وقت اللي تعرضنا للملف هذا ما كانش عندنا حتى وثيقه، وانما بناء على جريده زميله لكم اثارت اخر خبر اونلاين، اثارت الموضوع هذا بتاريخ 3 نوفمبر 2015، وفي 6 نوفمبر نهار السبت خرج تكذيب من الوزاره، لكن الوزاره تقول في الرد نتاعها تعترف ضمنيا بهذا كله. احنا استنادا اللي يعرف يقرا البيان استنادا على ذاك انطلقنا في التصدي للموضوع هذا. بعد سيدي رضا شرف الدين بعث لنا في باله هو انه يهدد فينا، لكن بعث لنا الوثائق الكل اللي كنا احنا ما عندناش واللي تثبت صحه ما قلناه، يعني وكأن الناس هذه ما تقراش الوثائق او تعتبر انه حق هذا من حقوقها ان تاخذ الامتيازات هذه الكل. وهذا اللي صار، وهذه اذا كان هو صادق وزير الصحه يطلع الراي العام على النتائج هذوما، على التقرير نتاع رئاسه الحكومه وعلى التقرير اللي هو اذن بفتحه نتاع وثم يزيد يبين لنا ماذا بينا علاش تسحبت بعد المناقصه هذه من الفايز بها. دايوغ مشات سيركولير للي فارماسي نتاع السبيطارات فيهم الدوايات من فصيله الدواء هذا اللي على ذمتهم، والدواء هذا غير مذكور في وسطهم، فهم تحت الضغط هذا تراجعوا على الاقل مؤقتا، لانه ما عندهمش ما بقى لهمش ما يحفظ ماء الوجه.
ونمشي معك اكثر، يعني اثرناها في الصيدليه المركزيه، اثرنا اشياء يعني كبيره ياسر في الصيدليه المركزيه. تعرف اللي نهارين بركه وصل في البرت نتاع بنزرت سلعه من السلع اللي كنا ذكرناها في اللي هي هذا مصنع اسمه ميديكا سود، نذكره بالاسم لان الوثائق عندنا فكتافنا سخان كما يقولوا بلغتنا الدارجه. ميديكا سود هذا كيش يعمل؟ يعني الصيدليه المركزيه اللي مطلوب منها قانونيا ان تحتكر توريد الدواء والمواد الطبيه. بها الصيدليه المركزيه وقت اللي الانسان حاجته بحاجه من برا يمشي يعمل كماندا عندها، يخلص حق الكماندا ويخلص 20% عموله نتاع الصيدليه المركزيه. اذا كان انسان غلط ويصير سبحان الله جاب سلعه اللي هي طلعت انها من باب محتكره من الصيدليه المركزيه، الديوانه ما تخليهاش تخرج، تقول له برا سوي وضعيتك مع الصيدليه المركزيه. يمشي هو للصيدليه المركزيه ويعمل التزام انه ما عاودش يتكرر مره اخرى، وتعطيه هي استثناء يخلص ال 20% مقدما ويمشي يخرج سلعته ويتصرف في بيعانها. السيد نتاع ميديكا سود قاعد يعمل؟ يجيب مره ويغلط مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، 6 مرات وهذه توا السابعه. كل مره يغلط يمشي للصيدليه المركزيه، كل مره يصح على الالتزام انه ما يعاودش يكرر. بوقت ما يخلص ال 20% كونتون يعطي فيهم كمبياله على شهرين، ثم يمشي بالترخيص هذاك يخرج السلعه نتاعو. في وقت ما يتصرف في بيعان السلعه هذيك لا يهزها للصيدليه المركزيه، تتقبلها عليه الصيدليه المركزيه، تعطيه فيها بون دو ليفريزون وكان هي بون دو كوموند ولات، كان هي طالبه سلعه ولات. لكن البون دو كوموند هذاك اللي عنده هو في يده ما يمشي به لاي بنكه، يلبو ديسكونتي، يعني تعطيه المبلغ المقابل لها، ياخذ المبلغ المقابل هذاك يخلص ال 20% نتاع الصيدليه المركزيه ويخلص الاجنبي اللي جاب من عنده السلعه ويحط الاخرين في جيبه. وصل رقم المعاملات هذا الى نهايه الى ديسمبر 2015 2 مليار دوات. سعيد العايدي يعني حتى كان هو صارت في 2013 وحتى في 14 ما يشدش، مازال هو ما شدش. هو مسؤوليته ان وقت اللي احنا ننبهوه، لان احنا احزاب سياسيه ومجتمع مدني، ننبهوك نقولوا لك راه ثم حريقه، لما اول حاجه تثبت في الحريقه قبل ما تقول الناس هذوما يدعيوا عليا بالباطل والناس هذوما يحبوا يعملوا يكيدوا لي. يا اخي اللي قاعد صاير اليوم اللي عملوا في البيت سكان، الترخيص اللي عملوا اعطاه نتاع البيت سكان الاخراني اللي في القطاع الخاص، هذايا بيت سكان دخل ساعه بدون ترخيص من وزير، يعني وقت يدخل ظروفه القانونيه ماهيش هي. ثم اليوم ثم عنده ترخيص عنده 8 سنين. لا هذاك ماهوش اللي عنده، هذاك ما صحوش وزير. وفي الحكايه الماتيريال لوغ هذايا المعدات الثقيله ما ثماش الا تصحيحه الوزير تمشي، ما فيهاش ديليغاسيون دو سيناتور. لكن قطع النظر على كل شيء فما في 2013 قانون ثم اناغيتي مينيستيريال، فهمت؟ هالاغيتي مينيستيريال مسحينه 3 وزراء بما فيهم وزير الصحه ووزير الماليه يضبط المعدات الثقيله هذه، ويقول بالنسبه للبيت سكان راهو ما يمكن الا في القطاع العام. فانت جيت تتعدى المنشور هذا في الرائد الرسمي بتاريخ 24 ديسمبر 2013 تتعداه وتعمل على زي راسك. دورنا هو لفت النظر لاصلاح ما يمكن اصلاحه. وقت اللي انت تجي الطرف معين تلفت النظر نتاعو، المفروض هو انه كل انسان مسؤول يحاول ساعة تحقق من اللي قاعد يجرى. احنا نفهموا انه سعيد العايدي ما له الا بشر، تنجم تغيب عليه اشياء، وهذه وزاره كبيره، وزاره تقنيه، يحتمل هو غير مهيئ اصلا باش يكون الوزير في هذا، لكن ثم وزراء ما همش طبه وما عندهمش علاقه بالميدان ونجحوا، دونك ينجم هو ينجح زاده. لكن العيب نتاع سعيد العايدي الاولاني بالكل انا نعتبره انه ذاتي في هو اللي بسيكوريجيد. سعيد العايدي شخص غير ما فيش مرونه، ما فيش ليونه في التعامل مع الاشياء مع الناس. وتشوف الازمه تو اللي عنده مع النقابات منين جايه ما هالطريقه هذه العجرفه اللي عنده في التعامل، ماهوش طريق. وهذا محتاج تمارس في السياسه، محتاج باش تكون يعني تمسك العصا من الوسط، تسمع العباد، تتعاطى مع الاشياء. مش كل انسان ينتقدك او يلفت النظر الى موضع خلل هو يريد بك يحب يكيد لك ويريد بك معناها سوءا، لا، نجم يكون غايته المصلحه العامه. فهذا المشكل الاولاني اللي عند سعيد العايدي اليوم. او دخله مثلا وقت اللي انت تجي تقول برنامجك انك تقضي على الهيباتيت سي، هذا حاجه باهيه،
يعني ما نجمش اي تونسي ما يقولش بارك الله فيه، واحنا هذا حاجه مطلوبه. لكن تقضي على الهيباتيت سي وانت باش تولي تخالف القانون الدولي، خاصه انه العرض اللي صار لنا من جيليد بانه الحكه 400 دولار، يعني عرض خارق العاده. تجي انت تكسر يعني صوره تونس، تهشمها وتسمح الى مصنع مازال جديد. وقت اللي استقبل سعيد العايدي شكون الممثلين المحليين للشركه هذه، والممثل الامريكي اللي جاء خصيصا للموضوع هذا. حشيشه لا مش حشيشه. في تونس فما الحسني والناس حساني والناس وطارق البيش، هذوما الممثلين في تونس. فهذا هو الموضوع. يعني انت وقت اللي تجي في الظرف هذا تعمل شنو؟ يعني انت شنو تحب تخرج لتوانسه؟ تحب تخرج لتوانسه على اساس انا قضيت على الهيباتيت سي وبقلل الاسعار ممكنه. الضمانات بيدو نتاع الدواء هذايا تحوم حولها شكوك. يعني وقت اللي طلبوه في التيست دو بيو ايكيفالونس، يعني التكافؤ الحيوي، اللابوراتوار داناليز اللي بتاعنا طلب انه الدواء هذايا نشوفوه يعني في تكافؤ حيوي مع الدواء الاصلي والا لا. التكافؤ الحيوي هذايا مطلوب باش نعرفوا الدواء الجنيس هذايا مقارنه بالدواء الاصلي كيف انه. فوقت اللي طلبوا منه الاختبار هذايا جابوه لهم في سرعه فائقه العاده، خارقه العاده، يعني 15 يوم، حاجه عجيبه. ثم جاب الدواء الاصلي والجنيس كيف ما فماش فرق بيناتهم. يعني شيء غريب، يعني على الاقل يثير شبهات. ومنين جابوا المصدر؟ وين المخبر هذا؟ مخبر في لبنان. يعني لبنان مش يظل مش معروفه بتقاليدها الطبيه على الاقل، ولا تقاليدها في الاختبارات هذه. هذا الكل نقاط استفهام لابد ان تثار، من غير ما نقولوا احنا لا غلط ولا على الاقل كثير النقاط هذه يا اخي تحقق منها، يا اخي تثبت منها. انه تهافر ما هذا يظهر انه الابن المدلل كيما ميديكا سود، الابن المدلل نتاع الفارماسي سنترال، تهافر ما هو الابن المدلل نتاع الدي بي ام. يعني وقت اللي القانون يقول، وهذا منشور في الدي بي ام، يعني هي تنشره هي بيدها، تقول راهو العام الاولاني نعطيو 8 تراخيص نتاع ترويج ادويه بالنسبه للمخابر اللي ناشئه باش نعاونوها باش فيسع تخدم على روحها. هذا يجي تلقاه خذا 22. طبيعي هذا يعني، لانه ما ثماش واحد يحترم نفسه يمشي يسرق الترخيص نتاع غيره. يعني هذا سرقه، يعني هذا منتوج ما عندكش الحق باش تصنعه. ما زالت مده ما تاحش دون دومين بيبليك، يلزموا 10 سنين باش نجم انت تصنعوا. يخش بهم الاخرين تاع فرما جاتوا الفكره باش يصنعوا، الاخرين ما جاتهمش الفكره، ما في فلوس. وكان كان جا عندهم قانونيا باش يصنعوا راه مشاو صنعوه. اما يقول لك انا نصنعوا اليوم غدوه يجيو يشكوا بيا الامريكان، شنو الواحد اش نعمل كيفاش؟ يا اخي ما صارت قبل هذه، ما صارتش، ما صارت قبل في تونس وتنحات عليها المسؤول نتاع الدي بي ام في عهد رضاك الشريط. صارت حاجه تشبه لهذه مع فايزر، فهمت؟ وتنحات عليها ووقفت الحكايه، لانه الامريكان وقفوا وجاوا قبلوا الوزير وبينوا انه مش ممكن. شنو اللي منحها؟ قانونيا عندها الحق تشتكي، وان كان هو الاصداء اللي عندي انهم قالوا هذه تونس لا تعنينا ولا تهمنا ولا، يعني تصور انت الصوره نتاعنا واحنا في ظرف اللي نحبوا زعما نجيبوا استثمارات خارجيه ونزينوا صوره تونس ونجعلوها قبله للمستثمرين، وانه بلاد اللي يمكن فيها قانون وفيها سياده نتاع مؤسسات. اللي سمعته هو انه يحب يشد بلاصه الوزير. هذا الكلام اللي قاعد يتداول، اللي هو كلام بطبيعه الحال كما قلت انت مفروغ من اي معنى.